السلام عليكم يا البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. مهنيين وصحتكم ان شاء الله لاباس. مرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله اللي راح نجاوبكم على اسئلتكم. كاين بزاف اسئله طرحتوها ليا وحبيتوا تعرفوا بزاف عفايس عليا. اليوم ان شاء الله راح تعرفوا عليا اكثر واكثر ان شاء الله. المهم خياتي، من قبل ما نبداو في الفيديو تاع النهار اليوم نقول لكل اخت جديده تزور اول مره القناه مرحبا بك. كي عجبك بيان سور المحتوى تاعها ما تنساش تشجعينا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس اذا امكن به يوصلك كل جديد. ونشكركم كامل على التعاليق المحفزه اللي تدخلوها لي في الفيديوهات. ونبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ونقول لكم جمعه مباركه. وهنا خياتي راح نبداو بالسؤال الاول. هنايا الاسئله كتبتهم في لاجندا باش ما ننساهمش. السؤال الاول يقول الاسم تاعك الحقيقي. اسم تاعي فاطمه، وعلى بالك تشوفوا في الاسم تاع القناه كاتبه فريده فاطمه حسين. فريده والحسين الوالدين التمعي ربي يحفظهم لي ان شاء الله. حبيت نكتبهم معايا في القناه هكا ان شاء الله الا كتب ربي ان شاء الله. وصلت للدرع الفضي رايحه نشوفهم معايا في الدرع الفضي ان شاء الله. نحطهم وين نشوفهم ونشوف ديما اسمهم ان شاء الله. المهم، وبالنسبه للسؤال الثاني، شحال في عمرك؟ عمري 32 سنه حاليا. مستواك الدراسي؟ عندي ماستر دو في انرجيتيك، قريت في بومرداس وانا من ولايه بومرداس. قريت في جامعه محمد بوقرة كليه العلوم والتكنولوجيا. انا بالضبط من نواحي تاع دلس. قريت سيام والليسي تاعي في دلس. والابتدائي قريتها في القريه اللي كنت عايشه فيها. انا عايشه في القريه ماشي في المدينه. شحال من عام عندك زواج؟ عندي داخله في 7 سنين زواج. السؤال الاخر، الى عندك الدراري؟ عندي الدراري، عندي طفله واحده فقط. ربي يحفظها لي ان شاء الله، ويحفظ لكم كامل وليداتكم اللي ما عندهمش ربي يرزقهم ان شاء الله بالذريه الصالحه. السؤال الآخر، إلى عندك فاميليا في فرنسا؟ عندي أولتها أختي اللي هي مرت لوسي، وعندي فاميليا راجلي كامل هنايا. عندي أيضا خالي بنت خالي، عندي شوية فاميليا. إلى تخدمي؟ حاليا ما نخدمش، ما كيفة في البيت. شحال كان في عمرك كي تزوجتي؟ كان في عمري 26 سنة، حتى كملت قرايتي وقعدت شوية في الدار وبعد تزوجت. كيفاش جاتك الفكرة باش فتحتي قناة في اليوتيوب؟ أنا فتحتها كي كان الكوفيد، الخطرة الأولى كامل داروا الكونفينمون. هناك اللي خممت نفتح قناة في اليوتيوب، لأنه بعد ولا عندي ملل نجلس في الدار ما كناش نقدروا نخرجوا. وكنت بزاف هكا أوقات الفراغ تاعي ندخل اليوتيوب ونسمع هكا كي يكونوا يهضروا أصحاب القنوات والآخر. ومن بعد جاتني في راسي اني ندير قناه ونعمر بها الفيديو تاعي. شحال عندكم خاوتكم وخواتاتكم؟ بالنسبه لي احنا في 6 فينا. 3 بنات و3 ولاد. عندي 3 خاوتي وزوج خواتاتي. وبالنسبه لراجلي ايضا 3 بنات و3 ولاد. معناتها عنده زوج خاوتو و3 خواتاتو. رانا كيف ما نتغيروش. راجلك يعاونك في الدار؟ صراحة باش يعاوني هكذا بإرادته فقط قليل 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 قليل. إلى صرات معجزة. لكن هكذا زعما كي ندوموندي منه يعاوني يعني بكل فرحة. شحال كبير عليك راجلك؟ بصراحة هذا السؤال ضحكني، نورمالمون تقولوه بالمقلوب. شحال كبير على راجلك؟ صراحة أنا اللي كبيرة على راجلي بعام. الدار اللي راكي سكنتها شريتها ولا كريتها؟ لا صراحة خياتي ناني كارية ماشي شارية. كيفاش تعرفتي على راجلك؟ انا الصراحة ما تعرفت عليه ما تعرف عليا. واش نقول لكم خياتي، انا عجوزتي هي بنت عمها تاع يما، وشيخي ايضا ولد عمها تاع يما، وكبروا هنايا زادوا وكبروا في فرنسا. ومن بعد ولادهم كي كبروا حوسوا يتزوجوا. ما بغاوش يتزوجوا هنايا في فرنسا، بغاو يتزوجوا في الجزائر. جاو لدار جدي الله يرحمه. ومن بعد فاتت اختي الاولانيه هي اللي زوجت. اختي كان راجلها ثم
عند دار جدي، وهي راحت مع يما، ومن بعد ثم اللي شافها وعجباتو وتزوج بيها. ومن بعد انايا حتى مور ما زوجت اختي بعامين باش راجلها هو اللي قال له لخوه اللي هو راجلي، قال له باللي تزوج بيها عاقله هكا هكا، شكرو زعما شغل. ومن بعد راجلي تليفونا برك هكا قال اسك راكو قابلين، وانا تتفاصون ما كنتش نعرفو، شفتو خطره واحده في حياتي كي جابوا لها الخاتم لاختي، ماشي يعني فيونساي، كان عيد ومن بعد جابوا لها الخاتم في العيد. وكانت هذيك هي الخطره الاولى اللي شوفني ونشوفوا فيها، وما زدناش شوفنا حتى نهار جا باش درنا العرس. لان ما درناش حنايا حتى حاجه من قبل العرس، كي جا عرسنا ديريكت. وهذه هي زواج تقليدي. لكن الحمد لله يعني الحمد لله، المهم العبد يكون مهني. ما هي جنسية زوجك؟ زوجي عنده دوبل ناسيوناليتي، جزائرية وفرنسية. المهم خياتي، كانت هذه هي الأسئلة اللي عادوا يتكرروا بزاف، راني جاوبتكم عليها هكا، إن شاء الله تعرفوا عليا أكثر وأكثر. وهنا خياتي دخلت الكوزينه باش نطيب غدا تاع بالخف بالخف، لان قريب الوقت باش نروح نجيب بنتي من ليكول. هنا في مقلاة حطيت كميه تاع الزيت، وحطيت بصله مع فلفله اللي قطعتهم رقيق خليتهم ذبالوا لي مليح. ومن بعد حطيت، كانوا عندي انا شرائح الدجاج، كيما الا كان عندكم صدر الدجاج تقدروا تقطعوه صغير وتضيفوه، لاني انا ومن بعد راح نفتو كي يطيب لي. زدت خليته تقلى لي مليح مليح، وحطيت الملح، فلفل اسود، الكركم مع جنجوب، وخليتهم يطيبوا لي على نار هاديه. وهنايا عندي كميه تاع البطاطا اللي رايحه نقليها. بالنسبه لهذا الحشو انا راح نعمر به البطبوط ولا الخبز المنفوخ. انا ديجا كنت حضرته من قبل، درته في الكونجيل، رايحه نجبدو نسخنو ونستعملو. ما حطيت لكمش الوصفه، لكن في الفيديوهات الجايه ان شاء الله رايحه ندير لكم الوصفه بالتفصيل. هنا كملت قطعت ديك البطاطا كامل، ورقليت الفريتوز تاعي، ودرت البطاطا لداخل خليتها تنقلالي. وبالنسبه للحشو كما راكم تشوفوا، الدجاج طابلي فتتو وضفت لها شويه تاع المايونيز لاصوص، وعمرت بها البطبوط ولا الخبز المنفوخ. وكان عندي شويه الشوفلور بالبيض تاع نهار مقبل تاع العشاء كان بقالي. وهذا هو الغداء بسيط وتاع بالخف، والمهم انه بنين. المهم خياتي، وبهذا نكون وصلت معكم نهاية هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله نكون كنت خفيفة ظريفة عليكم، وبيان سو إلا عجبكم ما تنسونيش باللايك، وإلا ما كنتم ماشي مشتركين اشتركوا وفعلوا زر الجرس بيوصلكم كل جديد. تهلاو بزاف بزاف في روحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.